حضرتك انت هتلاحظي او هترجعي لورا هتلاقي ان المغرب في نهضه رياضيه في المغرب من فتره كبيره جدا. أيوة. سواء في انديتها او في المنتخبات. يعني طبعا شرف العرب وافريقيا كلها في كاس العالم. فبالتالي لا عاملين نتائج ولا اعلى، حتى في منتخب الشباب عندهم اخذ بطوله افريقيه قبل كده. لكن هم عندهم فعلا نهضه رياضيه عاليه جدا. أيوة. وفي تخطيط على اعلى مستوى. طبعا يمكن لما مسك باشمهندس هاني ابو ريده بيحاول يعمل تطوير طبعا سواء في المدربين او في الاجهزه، او عمل لجنه اسمها لجنه التخطيط، او اللي هي طبعا بالقامات اللجنه القامات الكبيره جدا. عرفنا دلوقتي ان برو هناخدها هنا، الرخصه الرخصه برو ما كانتش طبعا موجوده هنا خالص، اتخذت في المغرب. فبتحس ان انت حضرتك حتى المدربين بتوع المغرب يعني بيشاركوا في التدريبات في احسن الدول. أيوة. لان في يعني نواحي علميه في التدريب. صحيح. فبتفرق معاهم جدا يعني. والمدرب يعني عمود مهم جدا طبعا في طول ما اي رياضه. طول ما حضرتك المدرب بيكون مقنع للعيب فهو بالتالي هيستقبل منه. فده مهم جدا يعني. فطبعا نتمنى طبعا التوفيق لاتحاد الكوره وياخد رولز معينه او ياخد يعني اكشن او قرارات معينه بتعمل على تطوير المدرب وتطوير اللاعبين. بالتالي هتتطور المنظومه ككل. فده طبعا هيعود على المنتخبات، منتخبات الشباب، منتخبات الناشئين، وكل ده بيصب في الفريق الاول. صحيح. فنتمنى طبعا التوفيق ان شاء الله طبعا للكابتن اسامه نبيه. قسنطيني الجزائري مع